شكون بحالي كتعجبو بزاف هاد المعسله الرمضانيه، خصوصا الا حضرناها بهاد الطريقه كتجي معلكه مجعبه شاربه العسل، وصفه كتجمع ما بين القرمشه والهشاشه واللذه، واهم حاجه اقتصاديه وبسيطه. باش نتعرفوا على المكونات وكذلك طريقه التحضير غادي نطلب منكم تكملوا معايا لا فيديو حتى الاخير ونبداو على بركه الله. اول حاجه غنتعرفوا عليها وهي المكونات. غنحتاجوا واحد 500 غرام ديال الدقيق، حاولوا تختاروا الدقيق اللي كيكون ده نوعيه ممتازه. غنحتاج ايضا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده، بالنسبه للزبده اللي كنستعمل هي الزبده سبيسيال. غنحتاجوا واحد نص معلقه صغيره من حبه حلاوه، نص معلقه صغيره ديال القرفه. غنحتاج ايضا صفار بيضه، قبيصه ديال الملح، نص خماره ديال الحلوه من فئه 8 غرام. غنحتاجوا ايضا واحد معلقه كبيره ديال الزيت، اللي ما بغاش يضيفها يمكن ليه يستغنى عليها، فقط الاضافه ديال الزيت كتخلي لسان الطير يجيكم هشيش بزاف. وما نساوش نضيفوا واحد معلقه صغيره من الخل والماء البارد من الصنبور باش غادي نجمعوا العجين. غنجيب قصريه، غادي نوضع الدقيق، غندير حفره وغادي نوضع الزبده، غنوضع الزيت، غنضيف صفار البيض، حبه حلاوه، قرفه، ملح، خماره الحلوه، غنضيف معلقه صغيره ديال الخل اللي استعملت هو الخل العادي ديال الطعام. غادي نجيب الماء البارد وغادي نبدا نجمع العجين. غنستعمل الكاس ديال العنبه باش نعطيكم العبار بالتدقيق. غنستمر على نفس الطريقه حتى نجمع العجين ديالي كامل. بالنسبه لكميه الماء اللي دخلت فيها راه هو كاس ديال العنبه كامل، وكاس ديال العنبه ثاني شاطليه منه واحد شويه تقريبا واحد ربع كاس. غندلك العجين ديالي جيدا، اللي عنده العجانه يمكن ليه يستعملها. بالنسبه للقوام ديال العجين خاصو يكون لين رطب، ولكن ما يكونش كيلتصق باليدين باش ما تعذبكمش في الخدمه. هنا كنوريكم شحال شاطليه ديال الماء من كاس ديال العنبه الثاني، يعني شاطليه تقريبا واحد ربع كاس. غنجيب بلاطو، غنقطع العجين ديالي على شكل اجزاء اللي تكون صغيره، غنكور كل جزء على شكل كره. حاولوا الاخوات ديروهم قد باش يجيوكم ساهلين ملي تبغيو تورقوهم، ويجيوكم قادين ايضا ملي تبغيو تشكلوا الحلوه ديال السانطير. بعد ما كملت حاجه ضروريه ديروها وهي دهنوا ليهم الوجه ديالهم شويه ديال الزيت باش ما يديروش معكم هذاك القشر الخارجي، وباش ما تنشفش لكم ايضا العجين. غنغطيهم بالسلوفان مزيان وغنوضعهم في واحد المكان اللي يكون دافئ باش يطلقوا لينا فيه ساعه. من الاحسن الا وجدتوا العجين بالليل وضعوها في الثلاجه وخليوها كترتاح على خاطرها، وفي الصباح غادي تجيكم سهله بزاف في الخدمه. العجين ديالي بعد ما ارتاحت خليتها تقريبا واحد 3 ديال السوايع باش تجينا سهله في الخدمه. هنا كنوريكم باللي راني خديت ورق ديال الطهي، عبرت القياس ديال المقله وقطعت الورق ديالي، حيت في هذه المرحله حيت في هذا الورق غادي نسرحوا العجين. غندهن سطح العمل بالقليل من الزيت باش يثبت لينا الورق ما يبقاش يتحرك. غنجيب الكره الاولى ديال العجين راها ترخفات ليا، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، غادي نورق العجين ديالي جيدا. راه كتسرح معكم بسهوله، ودائما دهنوا يديكم بالزيت باش تعطيكم الطعم. حاولوا تسرحوا العجين ديالكم مزيان على عبار هذيك الدائره، ما تخافوش راه العجين ما كتقطعش نهائيا. عطيتوها الراحه، عطيتوها الوقيته ديالها ديال الراحه. جبدوا العجين ديالكم راه كتعطي الطوح حيت مرتاحه، ما تخافوش منها تقطع مباشره بعد ما سرحتها. كيف ما كتلاحظوا راها رقيقه. في هذا الاثناء راني وضعت واحد المقله كتسخن فوق النار، غادي نهز الورقه ديالي ومباشره غادي نديها فوق المقله دقيقه واحده ونقلب. ما بغيناهاش تحمر، حاجتنا بها غير تنشف. غنديروا ليها دقيقه على كل جهه، وباش تعرفوا باللي راه طابت غادي تبدا تنفخ ودير معكم بعض الفقاعات ديال الهواء. غنزولوا الورق بكل سهوله. كنأكد بغيناها غير تنشف غادي نزولوها وغادي نوضعها في واحد المنديل. ضروري ما تغطيوها الاخوات باش ترجع لكم عليها الرطوبه وما تجيكمش مقرمشه وتنشف وتبقى ايضا رطبه. غنعاود نطيب معكم وحده ثانيه بنفس الطريقه دقيقه ما كاملاش، ونعاود نقلب الجهه الثانيه. نحس بها نشفات غادي نزولها وغادي نوضعها في وسط منديل، غنخليها يرجع عليها السخونيه. كنتمنى الفكره تكون وصلتكم، راها سهله بزاف ما تخافوش، يعني شي حاجه سهله وبسيطه. بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كيف ما كتلاحظوا كيجيو قد وكيجيو رقاق بزاف. غادي نجيب الورقه الاولى وغادي نبدا نلوي فيها. راه غير كنطوي ما تزيروش الاخوات، خليوها فين تنفخ فين تحل لكم في الطياب. غنجي حتى للطرف الاخير وغادي ندهنو بخليط ديال الدقيق والماء. غنورك عليها باش تسد ليا مزيان. غنخليها جانبا. غادي نجيب ورقه ثانيه من العجين، غادي نوضع في القلب ديالها الورقه الاولى وغادي نلويهم بجوج بهم. ردوا البال مع الاطراف، ضروري تسدوهم بالدقيق باش ما يتحلوش لكم في الطياب. اللي بغى ما تجيش فيها بزاف ديال الوريقات بزاف يلوي غير ورقه واحده كيف ما غادي ندير انا في هذا الشكل. دابا غادي نلوي، ما تزيروش، رخفوا يديكم. غادي نسد الجوانب بخليط ديال الدقيق وغنستمر انا على نفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. بعد ما كملت غادي نجيب واحد السكين اللي يكون حاد، غادي نقطع العجين ديالي على هذا الشكل. حاولوا تميلوا يديكم باش يجيكم الشكل زوين بحال ديال لسان العصفور. الا بانت لكم شي وحده غتحل رجعوا سدوها بالدقيق. غنستمر انا على نفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. غنجيب مقله غادي نوضع فيها الزيت حتى تسخن مزيان. ضروري ما الزيت ديالكم تكون سخونه باش ما يتحلوش لكم في الطياب. غادي نوضع الحلوه ديالي تقلى في الزيت. ديروا كميه معتبره ديال الزيت باش تاخذ تحميره مقاده.
وردوا البال راه في ساعه كطيب. بقاو تحركوها بشكل دائري حتى تحمر لكم كامله، غير تاخذ لكم واحد اللون ذهبي وزولوها، ما تخليوهاش حتى طيب بزاف حيت راه العسل باقي غادي يكمل ليها اللون ديالها. بعد ما طابت وتحمرات كيف ما كتلاحظوا راه خدات واحد اللون ذهبي زوين، مباشره غادي نطفيوها في العسل. ضروري ما تسمعوا هذيك التش، وهذيك هي العلامه على النجاح ديال الحلوه ديالنا ديال السنطيب. ما تزربوش عليها في العسل، خليوها في العسل اطول مده ممكنه. ولا تخليكم العسل يمكن لكم تعاودوا تبردوا وتضيفوا ليه كميه اخرى من العسل كيف ما كنضيف انا. بالنسبه لي انا فجميع المعسلات الرمضانيه كنخليهم ما بين 4 حتى 6 سوايع، يعني حتى كيبردوا تماما في داك العسل وكيتشربوا، باش هكا ما ينشفوش معايا. واخا يبقاو معايا في الفريغو اولا واخا يبقاو معايا سوا في المجمد اولا فقط في الثلاجه، فهما كيبقاو زوينين ومقرمشين وما كينشفوش نهائيا. المعسله ديالي بعد ما دوزت واحد 6 سوايع في العسل غنصفيها، غادي نوضعها في واحد الكسكاس وغنخليها كتقطر من الفائض ديال العسل. ما شاء الله كتجي كلها مجعبه شاربه العسل. راه نجاح المعسلات مرتبطه الاخوات بنجاح العسل بطريقه كبيره، كتجي مقرمشه هشيشه كتذوب في الفم مجعبه، وتعريكه العسل كتعطيها مذاق فوق الرائع. بغيتكم عن جد تجربوها بهذه الطريقه وبهذه المقادير واكيد غتولي معتمده عندكم. كنتمنى لا فيديو ديال هذا النهار يكون نال الاعجاب ديالكم، والا عجبكم ما تحرمونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم. بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وانتظروني في فيديو قادم ان شاء الله.